السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الفيديو اللي فات يا شباب اتعرفنا ازاي نعمل شبكة ونربطها بالهب، ولقينا عندي مشكلة كبيرة ان الهب لما يجي يبعت رسالة بيبعتها لكل الأجهزة اللي عندي، ما بيميزش، وده بيحصل مشكلة وبيسبب مشكلة عندي في الشبكة، ان بيحصل تصادم في البيانات. علشان كده ما بقوش يستخدموها ويستخدموا السويتش. فالنهارده ان شاء الله هنتعرف ازاي بيشتغل السويتش. نيجي نوصل الأجهزة اللي عندي، تلات أجهزة مثلا، ونيجي هنا على النتورك ديفايسز ونجيب السويتش بتاعنا، نختار السويتش ده، ونيجي علشان نوصل الأجهزة بتاعتي بالسويتش. اتفقنا يا شباب إن لو أنا عايز أوصل جهازين ببعض من نفس النوع بنختار الكروس أوفر. أما لو عندي أجهزة وعايز أوصلهم بجهاز مختلف بختار إيه في الحالة دي؟ بختار الستريت. أما لو أنا ما أعرفش نوع الكابل اللي هشتغل عليه بريح دماغي وبختار الأوتوماتيك. أول جهاز وتاني جهاز وتالت جهاز. احنا كده خلصنا التوصيل. محتاجين دلوقتي ندي كل جهاز عندي اي بي علشان اشغله على الشبكة. هاجي على اول جهاز واجيب ديسك توب اي بي كونفيجريشن، اقول له 192.168.1.1.1. عملت انتر، حط لي السبنت مصر لوحده. ده عندي يا شباب اول اي بي عندي على الشبكة. نيجي على تاني جهاز. تاني جهاز هديله نفس الاي بي مع اختلاف اخر رقم لان ده اي بي الجهاز. اجي على تالت جهاز واديله الاي بي 3. كده يا شباب انا عملت التلات اجهزه اللي عندي اديتهم اي بي. محتاج دلوقتي اعمل بنج علشان اشوف متوصل ولا لا. هعمل بنج على الجهاز التالت واكتب بنج واشوفه مربوط بالجهاز الاول ولا لا. .1.1. هعمل انتر. كده يا شباب قال لي ان الاجهزه تمام والسند بعد 4 ونص، خسر ولا واحده. كده يا شباب تمام. دلوقتي بقى بيجي عندي ان انا ابعت الرساله بتاعتي واشوف ايه الفرق بين السويتش والهب. هاجي على اول رساله دي، عايز ابعت من الجهاز ده مثلا للجهاز ده. ايه اللي هيحصل عندي دلوقتي؟ دلوقتي يا شباب كل جهاز عندي ليه ماك ادرس خاص بيه. كل جهاز عندي ليه ماك ادرس خاص بيه هو. عندي بقى السويتش بيميز الماك ادرس ده. السويتش يا شباب فيه ماك تيبل، بيبحث في الماك تيبل فيه بيسأل ايه الاجهزه اللي عندك اللي ليها الماك ادرس ده. يعني دلوقتي الجهاز ده والجهاز ده والجهاز ده متخزنين في الماك تيبل في السويتش. فالجهاز ده لما يعوز يبعت رسالة للجهاز ده طبيعي ان السويتش هيميز ويبعت له رسالة. نيجي نشوف في السيموليشن، نعمل بلاي، هنشوف ان الرسالة بتتبعت يا شباب للجهاز اللي هو عاوز يبعت له رسالة، ونفس الكلام هيرجع للسويتش ويرجع له، يرجع للجهاز ده بس الرسالة. وبس يا شباب، دي كانت تجربة السويتش معانا.